السلام عليكم ورحمة الله حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايه لكم بحاجة سريعة جدا جدا جدا. الحواوشي اللي في الطاسة. يعني ايه الحواوشي اللي في الطاسة؟ يعني اسرع سندوتش حواوشي ممكن تاكليه في الدنيا. انا مش عارفة، دلوقتي الشاشة قدامي كلها سودة، فانا هتكلم وخلاص. هقول المقادير وهقول انا عملت ايه بالظبط، لان انا مش عارفه صراحه. يعني الفيديو مش مبين معايا اي حاجه، انا بحكي وبمنتج، بس هو مش مبين معايا اي حاجه فعلا. يعني انا مش عارفه دلوقتي انا بحط ايه على ايه. انا هقول المقادير بسرعه. طبعا الفلفل الالوان اللي عندي اصفر احمر زي ما انتم شايفين كده، واللي هي الشطه الحمراء اللي هي بنعملها هريسه، هريسه شطه. جبت منها واحد واحد يكفي على الكمية طبعا اللي انت هتعمليها. وعندك اللحمة سواء نص سواء كيلو. وعندك طماطمتين برضو. كل ده هنقطع كل ده. الاول هنعصج البصلة، وبعد كده هنحط اللحمة تتعصج، هنشوح البصلة وبعد كده نعصج اللحمة، ونحط كله على بعضه. بعد ما اللحمة والبصلة ياخدوا لون كده اللي هو اللون الكراميل اللي معايا ده، نبتدي نحط بقى عليهم الحاجات اللي عندنا اللي هي الخضار اللي هو الفلفل بحيث يدبل معايا وياخد غلوة كده في البخار وفي العرق كده، يعني ياخد زي صدمة على النار كده. طبعا الحاجات دي كلها بقى ببتدي انزل الخضار مع الفلفل مع الطماطم، الحاجات دي كلها عندي. عايزه تزودي حاجه زوديها. وفي الاخر خالص ببقى مجهزه البقدونس. طبعا حواوشي لازم بقدونس. لازم 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 يا جماعة، الحواوشي لازم بقدونس. طبعا ريحة ونكهة ولون الخضرة عامة بتجذب وبتفتح النفس، والألوان في الأكل أصلا يعتبر من الحاجات اللي هي بتجذب يعني زي ما بيقولوا كده، العين بتاكل قبل اللسان، قبل ما يعني سبحان الله، هي العين بتلقط الحاجة فبتفتح النفس، فبيبقى في قابلية. طيب الفيديو اشتغل هي الحمد لله، عشان ما احسش ان انا بكلم نفسي كده. شايفين بقى، ايوه 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 كده، انا كنت عايزه كده والله، انا مش عارفه. انا كنت عايزه كده. شايفين البخار بقى طالع كده على التليفون، انا مش عارفه اصور اصلا. شايفين البقدونس ده اخر حاجه. حطي الالوان الفلفل اللي عندك اللي انت تحبيها، او الميكس اللي انت عايزه تعمليه اعمليه. طبعا اللون الاحمر اللي معايا سيكا ده، رشه بابريكا بسيطه. على الملح على الكمون. طبعا لحمه ما بحبش فيها فلفل اسمر، ما بحبش فلفل اسمر خالص خالص خالص. لحمه يعني كمون، سبع بهارات، بابريكا، الملح اللي عندي، الحاجات اللي انتوا تحبوا تزودوها بقى زودوها. طبعا اللحمه دي مقدار كيلو. عندي نص كيلو فلفل الوان اللي هو واحده وواحده يعتبر. عندي 4 حبات من الطماطم. زي ما انتم شايفين كده نزلنا بالبقدونس اخر حاجه. اللحمه طبعا والفلفل والكلام ده بيبتدي ينزل الميه اللي فيه ويبتدي يشد معايا شويه، هو ده اللي احنا عايزينه، ان هو يكرمل مع بعضه كده ويصفي الميه اللي فيه. هنغطي كده ونسيبه يغلي بتاع. هو الموضوع كله ما بيكملش 10 دقايق بالظبط على النار. ونبتدي بعد كده نعمل ايه المرحلة التانية بقى، نبقى جايبين العيش ومجهزينه طبعا. واللحمة بتاعتنا دي بعد ما بتاخد الغلوة بتاعتها مع الخضار، انا مش قادرة اقول لكم الريحة عاملة ازاي. طبعا يا جماعة انا بستسهل، انا بطلع بالليل من شغلي، انا بشتغل. بطلع بالليل من الشغل، يعني بدور على اسرع حاجة ان انا اعملها. فطبعا شابوه لكل ست بتشتغل. ربنا يعينها ويقويها والله، واللي ما بتشتغلش وقاعده في البيت، يعني ربنا يعيننا جميعا. لكل ام يعني معاها اطفال وعندها مدارس، ربنا يعيننا جميعا ويقوي كل واحد على اللي هو فيه، اللهم امين يا رب. طبعا ايه ده؟ احنا لسه يا جماعه، ايه الفيديو ده؟ ايه اللي جابه هنا؟ الفيديو ده معمول بدري قوي. شايفين بقى انا بوريكم. انا كان عندي بقى طبعا اللحمه بعد ما خلصناها انا حطيتها كده تتصفى عشان تنزل الميه، عشان الميه دي ما تبوشليش العيش. انا هعمل العيش اللي هو برد يا جماعه جاهز. عشان كده بقول لكم اسرع سندوتش حواوشي ممكن تاكلوه في 10 دقايق. الموضوع كله 10 دقايق. طبعا انا عندي جبنه شيدر وعندي جبنه موتزاريلا. طبعا هو في بيحب دي وفي بيحب دي، هما الاتنين كطعم بسم الله ما شاء الله. ويا سلام بقى لو عملت ميكس بقى من الجبنه دي ومن الجبنه دي، الاتنين بيدوا طبعا طعم فوق الخيال. انا كنت مفتحه العيش عشان ايه؟ انجز قبل ما اصور الفيديو، بحيث ان انا واقفين جعانين يا ماما، جعانين جعانين جعانين، وكلهم واقفين على راسي. بالله عليك يا ماما انت لسه الشطه الحمراء ديت جميله قوي يا جماعه، بتدي طعم جميل، بس ما تكتروش عشان حاميه جدا جدا جدا. احنا عامه بنحب الاكل ايه يعني،
حامي سيكه كده. طبعا دي الجبنه الموتزاريلا ودي الجبنه الشيدر، هسيبهم لما يفكوا وهنبتدي نجيب الرغيف نفرد فيه. انت لو عايزه تحطي ميكس من الجبنه مفيش اي مشكله، اي نوع جبنه عندك جبنه تركي، عندك شيدر، عندك موتزاريلا، اي نوع جبن انت بتحبيه او الولاد بتحبه. شايفين بقى العيش؟ طبعا العيش لو اللحمه ما كانتش اتصفت كان العيش باش مني. ركزوا يا جماعه، العيش زي ما انتم شايفين لو اللحمه مش متصفيه، لان اللحمه بترمي ميه والخضار اللي فيها بيرمي ميه، فكل الكلام ده. طبعا انا نسيت اقول لكم ان انا حاطه بهارات لحمه اساسي، لازم بهارات لحمه، لازم السبع بهارات، الحاجات دي كلها لازم عنها. زي ما انتم شايفين كده. انا هعمل واحد واحد معاكم بسرعه بسرعه، عشان العيال قالوا لي يا ماما انت لسه هتصوري، بالله عليك احنا جعانين. اقسم بالله واقفين هياكلوني شويه وهياكلوني. قلت لهم ده انتوا عارفين ان انا ما باخدش وقت فيه، يعني الموضوع كله 10 دقايق. طبعا انا على ما عملت اللحمه، على ما اللحمه اتعصجت جنبي على النار، كنت فتحت العيش وطلعت الجبن من الفريزر. برضو زي ما قلت لكم انا بشتغل والحاجه كلها مجمده، ما ببقاش مرتبه، فالحاجه كلها ايه، الدنيا سلطه عندي كلها في بعضها كده. طبعا ده الرغيف بعد ما عملناه وفردناه، ده اللي فيه الموتزاريلا، والتاني اللي فيه ايه، الجبنه الشيدر. عايزه تعملي ميكس مفيش اي مشكله، مفيش مانع. زي ما قلت لك اي طعم انت بتحبيه او اي حاجه انت عايزه. شايفين العيال مش عارفين حتى يعني، واقفين لابخني وانا مش عارفه اصور. دي طبعا الطاسه بتاخد ريحه من دهان بس كده. الطاسه بتدهن دهان. انا عايزه اقلبه لكم بقى، اعمل لكم فيها شيف وكده، بس طبعا ايه مش عارفه، لان ماسكه الطاسه والولا واقف تحت رجلي. الموضوع مش لطيف خالص يا جماعه. لازم انزل لكم فيديوهات اكل احسن من كده، اجيب حامل او ستاند للتليفون كده واوريكم بقى الشيف هدى بتعمل ايه. واحده قالت لي في مره هدى انت كوافيره انت بتعرفي تعملي اكلات؟ قلت لها اكلات؟ احنا اساس الاكلات يا حبيبتي اصلا. هو معنى ان انا بشتغل ان انا مش ست بيت في بيتي؟ فطبعا انا عارفه ان كل ست بتبدع وبتعمل في بيتها كل حاجه احسن مني بكتير، يعني انا اغلب خلق الله يعني. ده طبعا ده اول واحد عملناه هوريه لكم. اهم حاجه انا غطيت عليه يا جماعه على ما ياخد اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. طبعا الطاسه ما تدهنش زيت. هو احنا ودينا فين الزيت اللي نزل من اللحمه، اللي هو زيت بميه؟ زيت بميه يعني يعتبر اللحمه رمت الدهن اللي فيها او الميه اللي فيها هي شايفين الطراوه؟ هي دي بقى الميزه او التكايه بتاعه العيش بلحمه. الاحلى حاجه ان انت تاكليه طري كده، ما يبقاش مقرمش ويبقى ناشف ويبقى مجلد ويبقى حامص. لا 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 لا. هو ده بقى العيش بلحمه فعلا فعلا اللي انت تاكليه وتحلفي بيه. شايفين؟ ولا اجدع مطعم ولا احسن مطعم يعمله، اقسم بالله. وحاجه في البيت كده، وحاجه لذيذه وحاجه طعمه وحاجه تحفه تحفه تحفه، غايه في الجمال. العيال مش مستنيين لما الجبن تسيح، هاتيه هناكله كده، هاتيه هناكله كده. اقسم بالله واقفين مش قادره اقول لكم هياكلوني، واقفين هياكلوني حبايبي. انا طالعه من الشغل يعني عذره. ده بقى التكايه بتاعتي. شايفين؟ انا طبعا ده اهو ده اللي نازل لي الزبد زي ما بيقولوا كده، الصوص زي ما بيقولوا بتاع اللحمه اللي كانت معايا اللي انا كنت بشوحها. طبعا ما نرميهاش، ما فيش حاجه بتترمي. انا بجيبها بدل ما احط زيت او سمنه او زبده او اي حاجه في الطاسه، لا انا اصلا بحط منها ريحه بسيطه خالص بحيث ان هي ايه ما تحرقليش او ما تلدعليش الرغيف والرغيف يبقى طري. ده اللي يعتبر الدهن اللي نازل او الميه اللي نازله مع الخضار واللحمه. طبعا ادى الرغيف اللي عملناه الاول وريته لكم، وده الرغيف التاني. حلوه قوي وسريعه، انصحكم تجربوها بالف هنا وصحه على قلبكم. تعالوا كلوا معايا، الخير كتير والحاجه كتيره، ربنا يوسع علينا جميعا يا رب. اشوفكم في فيديو جديد بقى، واشوفكم في روتينات تانية من بتاعه الكوافير بقى، عشان روتينات الاكل دي ما بيبقاش لاحقه على فكره. انا بصور عشان البوتاجاز عندي مش ممسوح ومش نظيف قوي، فبصور يا دوبك على قد الطاسه، عشان كده التصوير مش قد كده. بس الاكل حكايه بجد يعني، والله العظيم. رغم ان العيال واقفين جعانين جعانين، بس والله العظيم حكايه فعلا. وريحته جميله جدا والاكل فعلا شكله يشهي. بالف هنا وصحه. اشوفكم في فيديو جديد، ويا رب الفيديو يعجبكم او اكل يكون بيعجبكم، واعرفوا وتاكدوا ان انا قبل ما اكون كوافيره انا ست بيت يا جماعه، عندي اولاد وعندي زوج برضه، وبعمل كل حاجه. اللي عنده وصفه او اكل او اي حاجه يقول لي، يطلب لي في الكومنت وانا انزلها لكم واعملها لكم، مفيش عندي اي مشكله. بحبكم كتير. اشوفكم في فيديو جديد واشوفكم على خير. مع السلامه.